والنهارده الفلوج الخامس من سلسله السعي للتغيير. فزي ما قلت لكم انا هفضل مستمر ايا كان ايه مودي، ايا كان بمر بايه، ولكن الفلوج النهارده هيبقى خفيف شويه، هيبقى عباره عن التمارين اللي انا هعملها النهارده، والفلوج ده هيبقى فيه شويه نصايح كده هقدر افيدكم بيها. فخلينا نكمل الفلوج للاخر، يلا بينا. في حاجه عايز اتكلم فيها، معظم الناس بتقع فيها كتير قوي، وهي ان هم ما بيكملوش عشان نظره الناس ليهم، او ما بيسعوش ان هم يفضلوا مستمرين عشان نظره الناس. ده بيبص له بنظره اللي هو يا عم انت مش هتعمل، يا عم انت مش هتجيب، يا عم انت مش توصل. والله يا جدعان الكلام ده في الفاضي كله بجد، يعني بجد والله انا بقول لك من لسان واحد جابها من تحت قوي يعني. وياما ناس كتير قالوا لي يا عم انت بتفكر في ايه. الحاجه لما عملتها ووصلت لها، والله يا جدعان ما كلام تحفيز على قد ما هو كلام واقعي، ان فعلا هيسالوك عملتها ازاي. استمر يا عم، استمر، انت خسران ايه؟ استمر في الحاجه اللي انت بتحبها. زي ما قلنا اهم حاجه في اي تمرين الحركه البطيئه. زي ما انا بلعب ايا كان ايه الوزن اللي انت هترفعه، لازم بقدر الامكان تبقى بتلعب بشكل مظبوط بطيء، مفيش حركه سريعه عشان ما تصيبش نفسك. المسكه الواسعه اللي انا لعبت بيها دي اكتريتها بتلعب على الجزء الداخلي من الظهر، الميد ترابس بتاعتك، فانا بستهلكها اكتر او بستخدمها اكتر عشان الجزء اللي في النص عندي ضعيف شويه. وطبعا المايك عملها معايا وفصل. هنجيب كام عدة بالوزن ده؟ لسه مخلص دلوقتي، وطبعا يا رب صوته يكون واضح لان المايك فصل. خش بقى ناكل على طول بعد كده نكمل اليوم. ولكن كان يوم كويس، حاسس بفرق في جسمي من حيث التمرين والاوزان، وعضلاتي بدات تظهر شويه وبطني بدات تنزل، يعني مبسوط. ويا رب المساحه تفضل موجوده لحد ما اخلص يومي، ما توصلش في النص. خلينا نكمل اليوم، يلا بينا. احسن ما بدات تظهر.